بسم الله نبدأ. طيب حاليا نحن في الدرس الثالث في السيو، المرحلة الأساسية، وراح نتكلم عن نيش إن شاء الله. وبيكون الدرس اللي بعده اللي هو يوم السبت إن شاء الله بيكون عن الدومين، كيف نختار دومين مناسب حق نيش اللي راح نختاره مثلا اليوم، وكيف نشتري دومين. طيب وبعدها نتكلم عن الاستضافة، كيف نربط الدومين بالاستضافة. يعني راح يكون الدرس الثاني عن الدومين. طيب جاتني بعض الاقتراحات يعني في ضمن الفورم اللي أنا حاطه أو النماذج، فتكرر يعني أن الأخوة يطلبون مثلا شرح أجزاء معينة من السي او. وحقيقة يعني هذه الأجزاء اللي ذكروها ستشرح له لكن في موضعها. يعني نحن ماشيين على ترتيب معين، ما يمكن نقدم نأخر حتى ما يختل. يعني مثلا بعضهم يطلب مثلا الباك لينك، ما يصلح. أنت ما عندك موقع الآن مثلا، لماذا نحن نراعي الكل. انت ما عندك موقع وانت تتكلم عن ايش الباك لينك. انت بعدك مثلا ما وضعت خطة للمحتوى تتكلم عن باك لينك مثلا. طيب هاي يعني تكرر، فحبيت انبه. كذلك الامر الثاني اللي يتكرر كثير اللي هو يعني انه يكون عملي. نحن ياسين نحاول ندخل عملي لكن على حسب الدرس، يعني على حسب المواضيع اللي نحن ايش واصلين. واضح. فحاليا نحن كل ما مشينا في درس معين راح يكون في جزء عملي في الدروس القادمة. وكذلك يعني من باب نشطكم، ووضعنا ايش ايش يسمونه، وضعنا تاسك في الدرس هذا سيأتي يعني. طيب اولا ما هو نيش؟ نيش نقصد به المجال المخصص. المجال ايش المخصص؟ طيب ايش يعني المجال المخصص؟ يعني نحن لما ننشئ موقع ممكن نستهدف مجالات متعددة، وممكن نستهدف مجال معين. فكلامنا هنا ايش؟ عن مجال معين. مثلا انا انشأت موقع، طيب، والموقع هذا يتكلم عن التسويق. يتكلم ايش؟ عن التسويق وخدمات التسويق. فراح يكون نيش الموقع او تخصص الموقع هو التسويق. واضح. هذا هو المعنى باختصار. هذا هو المعنى باختصار. يعني بعضهم يذكر يقول مثلا التركيز على مجموعة فرعية من سوق أكبر أو من مجال إيش أكبر. واضح. فهذا المقصود. هذا إيش المقصود. أنا ما أعرف كيف أوقف هذا التعليقات على الشاشة، لكن رجاء يعني بدون ما نفقد التركيز. طيب هذا ذكرنا يعني بشكل اختصار إيش معناه. الأمر الثاني، تجد يعني يمر عليك أحيانا يقولون نيش ويقولون إيش مايكرو نيش. واضح. يعني مايكرو بعدين يقول ميكرو نيش، نفس المعنى. طيب فالفرق بين نيش ومايكرو نيش يتضح إذا قسمنا المواقع. يعني نحن مثلا إذا قسمنا المواقع إلى ثلاثة أقسام. حلو. القسم الأول موقع عام بحيث يتكلم عن كل شيء، أو يتكلم عن عدة مجالات متنوعة. ومثال على هذا موقع موضوع. أي حد منكم لو يدخل موقع موضوع يجد أنه يتكلم إيش عن مجالات مختلفة. واضح. فهذا موقع عام. ثم القسم الثاني موقع مخصص في مجال معين، وهذا هو نيش. هذا هو ايش نيش. وذكرنا مثال، انا عندي موقع يتكلم عن التسويق الالكتروني. عندي موقع يتكلم عن التسويق ايش الكتروني بشكل عام. فهذا هو ايش قلنا نيش. ثم القسم الثالث موقع مخصص اكثر. موقع ايش مخصص اكثر بحيث انه فرع من تخصيص معين. فرع من تخصيص ايش، او عفوا فرع من تخصص معين. مثل التسويق بالبريد مثلا، او التسويق عبر البريد مثلا. فهنا خصصنا اكثر. لما كنا نتكلم عن التسويق الالكتروني كان شيء واسع، يدخل فيه تسويق عبر محركات البحث،
عبر البريد، التسويق بالمحتوى، تسويق سوشيال ميديا وما شابه ذلك. فلما خصصناه في مجال معين فصار ايش؟ مايكرو نيش. واضح؟ مثال آخر، موقع طبي يتكلم عن كل شيء، هذا يعتبر ايش؟ يعتبر نيش. مايكرو نيش مثلا موقع طبي يتكلم عن طب الأسنان فقط. واضح؟ هذا هو. طبعا ممكن يصبح المجال مخصص أكثر فأكثر، يعني مش شرط مثل ما ذكرنا. مثال مثلا، عندنا موقع طب عام، هذا الموقع الأول. طيب، ثم عندنا مثلا طب أسنان، هذا موقع صار مخصص أكثر. ثم عندنا مخصص أكثر موقع خاص بإيش؟ بالتقويم أو جراحة إيش؟ اللثة مثلا. واضح؟ مثل هذا. أظن معنى واضح يعني للجميع. طيب نروح النقطة اللي بعدها، أهمية نيش المخصص. يعني ليش النيش مخصص مهم؟ لعدة أمور، يعني في عدة أمور، منها أولا أن استهدافك للجمهور يكون استهداف محدد جدا، وهذا يعطيك يعني أفضلية في باب التسويق وغيره، بدل ما يعني تستهدف جمهور كبير وكثير منهم مثلا ما يكون يعني يناسبه متجرك أو موقعك أو مدونتك أو ما شابه ذلك. فلما تخصص يكون جمهور محدد جدا، يعني يريد من إيش؟ يريد الغرض اللي إيش أنت تريده منهم. طيب، كذلك انه سبب من اسباب النجاح، لان غالبا انت لما تكون متخصص في مجال معين تكون دارس الشيء، يعني تخصصت عن دراسة، وعادة تكون متميز في المجال، متميز ايش؟ في المجال. واضح؟ هذا الامر الثاني. الامر الثالث، غالبا يرتفع عندك معدل ايش؟ ولاء العملاء اسرع من غيرك. طيب ايش السبب؟ لان عادة الناس تثق ايش؟ بالمتخصص بشكل اكبر من المواقع العامة. مثلا لو انا عندي مثل ما تقول عياده اسنان مثلا، وانا موقعي يتكلم عن عياده اسنان، عن مثلا اللثه، التقويم والتركيب، كذا وحشو وما شابه ذلك. ثم عندك موقع ثاني، موقع عام يتكلم عن كل شيء. فالزائر لما يرى الموقعين غالبا يثق في موقعي بشكل اكبر، يثق في موقعي بشكل اكبر. لماذا؟ لاني انا ايش؟ متخصص في المجال. وكذلك آه، الأمر الرابع، تقليل المنافسة. يعني التركيز على شريحة أصغر وشريحة مخصصة، يعني يقلل من قوة إيش؟ المنافسة بشكل نسبي، بشكل إيش؟ نسبي. لأن كل ما ضيقت كل ما إيش؟ راح تقلل مواقع التي إيش؟ تنافسك، راح تقلل المواقع التي تنافسك، وهكذا. طيب، النقطة التي بعدها، كم نقطة ذكرنا حاليا؟ قلنا موقع مثلا، موقع خاص بعيادة أسنان، موقع مثلا لحظة لحظة بس مثلا نحن ذكرنا الثقب. طيب، هذا مخصص لماذا؟ لأنه يتكلم عن مجال معين اللي هو التسويق الإلكتروني. لكن لو عملنا موقع يتكلم عن تسويق إيش؟ عبر البريد الإلكتروني مثلا فقط، راح يكون إيش؟ مايكرو نيش. واضح؟ وهكذا، كثير الأمثلة كثيرة. يعني مثلا موقع طبي. طيب، مشكلة أنا لحظة هذا بس لأنه مغطي علي، ما أشوف صراحة الشاشة. أوكي. طيب، هذا مخصص في مجال الطب. لكن مثلا لو عندنا عيادة إيش؟ عيادة المغربي للعيون. طيب، فصار مجال إيش؟ مخصص جدا، اللي هو مايكرو نيش. واضح؟ طيب، كذلك من الفوائد أو الأهمية أن عادة المتخصصين في المجال يعني يكسبون شهرة بشكل أسرع أو بشكل أكبر. يعني تخيل أنت مثلا
لك موقع، والموقع هذا مرتبط باسمك. طيب، وانت مشهور في المجال هذا او متخصص في المجال هذا، فغالبا تكتسب ايش الشهرة من موقعك هذا. وهذا حاليا حاصل، مثلا مواقع السي او، تجد مثلا بعض الاشخاص ينشئ موقع ثم يستهدف ايش كلمات المتعلقة بالسي او، سواء مثلا افضل السي او في السعودية، افضل السي او في الامارات، خبير السي او، متخصص السي او وما شابه ذلك، ويربطه باسم ايش الشخصي. فخلاص بعد فترة تجد الشخص هذا صار مشهور بين الناس، مشهور بين الناس. طيب، لا أنا مش أفضل طبعا، نحن بعدنا يعني في كثيرين أفضل. بس لكن حتى كلمة خبير أنا استعملها في الموقع من باب إيش، فكرة تسويقية عشان نستهدف الكلمة بس، ولا أنا ما أحب أكتب حتى عن نفسي خبير السيو. طيب خلينا نكمل. النقطة اللي بعدها أو أهمية، أنك تبني سلطة. كيف تبني سلطة؟ يعني لما أنت تتكلم عن مجال هذا أو في المجال هذا، راح تغطي المجال. فلما تغطي المجال راح يكون لك سلطة في هذا ايش المجال. وهذا سيأتي لما راح نتكلم عن الكلمات المفتاحية، وراح نتكلم عن المحتوى. راح نتكلم عن هذه النقطة، كيف انك انت تكون ايش هو المصدر في المجال، هو المصدر ايش في المجال. وجوجل يحب هذا كثير، لذلك كثير من المواقع تظهر حتى بدون باك لينكات بهذه الطريقة، بهذه ايش الطريقة. طيب، لكن في عيوب، يعني ما في شيء يخلو من العيوب. منها ان حجم السوق يكون ايش محدود. يعني تخيل لو انا مستهدف الطب بشكل عام، يمكن ملايين من الزوار راح يكون ايش مهتمين بموقعي. لكن لما اخصص لطب اسنان مثلا، راح يكون من ملايين مثلا قول مليون واحد مثلا، واضح؟ وهكذا. كذلك من العيوب انه اذا كان مجال ضيق جدا والمجال هذا تأثر، صارت مشكلة اقتصادية، المجال هذا فقد سمعته او ما شابه ذلك، انت كذلك موقعك راح يروح، او شغلك كله ايش راح يروح. لماذا؟ لانك معتمد على جزئية معينة بس. فالجزئية هذه اذا تأثرت، انت بشكل كامل راح تتأثر. بخلاف مثلا موقع طبي مثلا مستهدف كل ايش المجالات الطب. طيب اذا تأثر مجال معين في الطب، صارت سمعته سيئة او ناس ما يريدونه او ما شابه ذلك، ستجد ايش لا زال الموقع يعمل بسلاسة وبكل يعني قوة. طيب، آه قبل لا ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هو كيفية اختيار نيش، أنا أريد منكم تاسك أظني أغلبكم يعرفها، يعني هي مهمة، يعني مهمة تطلب إيش خلال الدرس، آه أو في العمل مثلا. لكن هنا إيش نحن في الدرس، المهمة إيش سهلة يعني. أريد منكم تسوون شيت أو إكسل على راحتكم، يعني شيت جوجل أو إكسل. طيب، وهذا الإكسل تختارون فيه نيش معين، يعني مجال معين، وتكتبون سبب الاختيار. طيب إيش اللي خلاك تختار هذا المجال دون غيره، واذكر بعض الكلمات المفتاحية عن نيش خاص فيك. طيب، أو بعض الأفكار عن المجال. طيب ذكرنا تختار المجال، سبب الاختيار، بعض الكلمات المفتاحية وبعض الأفكار. كذلك ما الذي سيميزك عن غيرك. طيب أنت اخترت وسويت، يلا أخبرنا ما الذي إيش سيميزك عن غيرك. وآخر نقطة أريد منكم تذكرونها كذلك في الإكسل حتى يكون عندي تصور: هل بإمكانك شراء دومين للتجارب أم لا؟ واضح؟ تستطيع اكتب أستطيع، ما تستطيع اكتب ما أستطيع شراء إيش دومين للتجارب. لماذا؟ لأن اللي راح يكون يشتري دومين خلاص راح يجرب على دومين خاص فيه. اللي ما راح يقدر راح نعمل دومين فرعي اللي هو الصب دومين، راح نعمله في الموقع، موقعي مثلا، ويجرب عليه. واضح؟ طيب، لكن التاسك هذا أريد منكم يعني تعملونه بناء على النقاط اللي بنذكرها. نحن حاليا بنذكر كيفية اختيار ايش نيش. طيب، سنذكر بعض النقاط.
فأريد التاسك اللي راح تكتبونه وتعملونه يكون إيش بناء على ذلك، بناء على ذلك. الدومين لو تكتب مثلا في موقع نيم أو نيم شيب مثلا، أو غيره، تجد الأسعار تختلف، بس غالبا مثلا تكون $9 $10 بهذا الحدود. طيب، ما أريد منكم تشترون، ما حد يشتري الآن، لأن الشراء يكون بعد إيش؟ بعد ما نتكلم عن دومين وكيف نختار الدومين المناسب لنا. فرجاء لا أحد يشتري، لكن فقط تكتب هل تستطيع الشراء أم لا تستطيع إيش الشراء. طيب، كيف نختار نيش خاص فينا؟ نحن راح نركز على بعض النقاط، لو ركزتم فيها طيب راح تختارون إن شاء الله مجال مناسب، مجال إيش مناسب. طيب، قبل ذلك لابد تعرف، اكتبوا لي في اكسل يا اخوة، كله في اكسل عشان اراجع كل الاكسلات مرة واحدة ان شاء الله. طيب، قبل اختيار المجال لابد تضع في ذهنك، هل الموقع الذي ستبنيه راح يكون موقع معلوماتي مثل مدونة مثلا؟ طيب، او يكون موقع خاص بالتجارة الالكترونية مثل بيع إيش المنتجات او الاشياء الرقمية، او راح تنشئ موقع يقدم خدمات، مثل تقدم خدمات للناس، مثل قلنا مثلا طبيب أسنان ممكن يدخل كذلك، أو مثلا بعض الخدمات اللي هو النقل وما شابه ذلك. أول شيء حدد هذه النقطة، إيش تريد. طيب، نحن غالبا راح نركز على المدونة، غالبا حاليا راح نركز إيش على المدونة، لأن ما يمكن حاليا أن نحن على المرحلة الأساسية مثلا نعتمد، يعني كيف أقول لكم، يعني بهذه المعلومات نعتمد عليها أن ننشئ تجارة إيش إلكترونية كاملة. لأن التجارة الإلكترونية كاملة تحتاج إلى دراسة حالة، تحتاج دراسة السوق بشكل كامل، ثم إنشاء إيش موقع. لكن نحن نذكر بعض الأمور اللي ممكن تفيد، لكن إن إذا راح تبني مشروع كامل فما تبني على هذا الدرس طبعا، راح تبنيه عن دراسة حالة للسوق كامل، وبعدها إيش تبني موقع تجارة إلكترونية. طيب، وكذلك نحن بعد ما ذكرنا هذه الأمور الثلاث لابد تعرفها. طيب، تحدد طريقة الربح. يعني أنت الآن، أنا راح أنشئ مدونة. طيب إيش طريقة الربح اللي أنا مستهدف أريده؟ هل أنا راح أعتمد على إعلانات جوجل، أو إعلانات موقع ثاني، أو أعتمد على شو اسمه بيع يسمونه دائما أنسى الاسم، التسويق بالعمولة؟ طيب، أو أنه مثلا أنا راح أأجر موقعي إيش لأصحاب الشركات. مثلا أنا راح أنشئ مدونة في مجال معين، هالمجال يخص شركة معينة أو شركات معينة، فراح أجر موقعي لهم، أو راح أبيع موقعي لهم. وهذا يحصل، يعني كثير من المتخصص ايش يعمل؟ كل فترة يعمل مواقع. طيب، ويجلب لها بعض الزوار، مثلا نقول في اليوم 100 زائر، في مجال مخصص جدا، في مثلا الزراعة في كذا، أو مثلا نقل ايش العفش وكذا. وبعدها يتواصل مع الشركة يقول والله أنا عندي موقع وكل الزوار مستهدفين، وعندك مثلا 1000 مثلا 100 زائر في اليوم، تريد تشتري مني حياك، تريد تأجره من عندي حياك، وهكذا. طبعا طرق الربح كثيرة. طيب، بعد ما ننتهي من هذه النقاط اللي ذكرناها، نبدأ إيش بالنقاط الأساسية. أول أمر في اختيار المجال، لابد تختار مجال متوافق مع مهاراتك ومع اهتماماتك. طيب، هذه أول نقطة، ان نختار، قلنا مجال متوافق مع مهاراتك ومع ايش اهتماماتك. لماذا؟ لانه ادعى انك تبدع فيه. يعني اذا كنت انت في مجال تحبه، في مجال عندك خبرة فيه، غالبا راح تكون مبدع في المجال. هذا جانب. الجانب الثاني، غالبا ما راح تمل، ما راح ايش تمل. لماذا؟ لانك اساسا شغوف في هذا المجال، تحب المجال. مثلا انا دخلت في مجال اس سي او، لماذا؟ لاني احب المجال، لاني احب ايش المجال. طيب، سيأتي سنتكلم. وقلنا
يعني تفكر في مهارتك هذه، وتفكر هذه المهارة كيف ممكن يساعد إيش الناس، كيف يساعد إيش الناس، أو كيف يلبي مثلا احتياجات الناس. يعني لازم تسأل نفسك ممكن بإيش أنا راح أتميز. واضح؟ طيب يأتي واحد شخص ويقول طيب أنا عندي أكثر من مهارة، أنا عندي إيش أكثر من مهارة، أو عندي اهتمام في أكثر من جانب. واضح؟ إيش راح أعمل؟ نقول ممكن في هذه الحالة تنظر إلى جوانب معينة. أول جانب تنظر فيه أي مهارة من هذه المهارات يناسب أكبر شريحة ممكنة. واضح؟ هذه النقطة الأولى ممكن تضعها في بالك. أنا أعطيكم مثال على نفسي. طيب أنا الآن حاليا أنا متخصص SEO. حلو. وكذلك أنا متخصص في الشريعة، في الاعتقاد، في العقائد. يعني دارس الاثنين، ونفس الوقت دارس مثلا سوفت وير وهاردوير، لكن خلاص ناسيه يعني لاني ما عملت به. ونفس الوقت عندي يعني محبة في التعرف مثلا على البيئة، او حفاظ على البيئة. طيب اريد اعرف عن هذا الشيء. فصار انا عندي حاليا اربع ايش اربع اهتمامات او اربع مجالات. واضح؟ فاول شيء راح اعمله اشوف من هذه الاربع ايهم يناسب اكبر شريحة ممكنة. مثلا اذا دخلت مثلا مجال البيئة، ممكن اللي يريدون مجال البيئة 10,000 شخص. طيب. طيب إذا دخلت مجال سوفت وير وهاردوير، ممكن 30,000 شخص. طيب إذا مجال السيو، والله يمكن أكثر أو أقل، لكن منفعته أقوى مثلا لأنك تتواصل مع الشركات. واضح؟ وراح أركز على النقطة الأولى هاي. ثم النقطة الثانية راح أركز ممكن أي من هذه المهارات ممكن أن أستمر فيها لمدة طويلة بلا ملل. يعني أنا نعرف نفسي مثلا أنا عندي أربع مجالات، لكن في مجالين ممكن راح تصيبني ملل. ممكن راح ابدا فيهم شهر شهرين 6 اشهر، بعدها ايش راح امل. فيرى ان هذا خيار ايش سيء، وهذا المجال بالنسبه لي ممكن ايش اني اتجنبه. فهذه النقطه اللي ممكن تركز فيه. النقطه الثالثه اللي ممكن تركز فيها ايهم يمكن توسيعه مستقبلا. يعني عندي انا عده مجالات انا يعني احترت فيها، فراح افكر ممكن اي مجال منهم راح يتوسع بشكل اكبر في المستقبل. في مجال انا اعرف خلاص يعني الزوار راح يكونون 50,000 50,000 لو شو ما سويت. في مجال لا، ممكن اوسع في المستقبل الى يعني فروع كثيرة، فراح استهدف مثلا 500,000 شخص، 700,000 شخص، مليون شخص، وما شابه ذلك. فكذلك راح اخذ هذا ايش بالاعتبار، راح اخذ هذا ايش بالاعتبار. النقطة الرابعة كذلك اللي راح اخذ فيه بالاعتبار حتى اقرر، الناس تحتاج اي المجالات اكثر. الناس تحتاج اي المجالات ايش اكثر، او حتى اني مثلا افكر اي المجالات عائد المالي اكثر. واضح؟ فاذا اخذنا في هذه اخذنا هذه الامور الاربعه في بالنا، وعلى اساسها ممكن أن نختار مجال ايش معين، ممكن نختار مجال معين. ومع ذلك اذا مع هذا كله ما استطعت، ممكن تستشير ايش غيرك، تستشير غيرك ويعطيك ايش الاستشاره المناسبة. لكن لابد انك تستشير شخص فاهم، يعني فاهم. طيب نحن ذكرنا اول نقطة قلنا اختيار المجال يكون مناسب ايش ليش قلنا مناسب لمهاراتك. وبعد ذكرنا في حال اذا كان يعني عندي اكثر من مهارة تكلمنا عنه. كذلك آه ممكن كيف اقول، يعني حتى ما تتشتت افتح اكسل. طيب ممكن تفتح اكسل وتكتب فيه جميع اهتماماتك وخبراتك وشغفك. لماذا؟ لأنك بعد ما تكتب راح يكون يعني سهل عليك تختار، سهل عليك تختار. مثلا أنا راح مثلا نفتح إكسل مثلا. أنا عشان الوقت ما كنت أريد أنا أكتبه،
يعني، لكن أقول لكم، لكن خلنا. طيب، مشكلة هذا اليوزر ما فيه ولا شيء، ما أدري إذا الإكسل حتى راح يفتح ولا لا. أنا مش يوزري الشخصي. طيب مثلا إيش اللي نكتب فيه؟ مثلا إيش اللي درسته؟ طيب، درست الشريعة. ما النسخة هذه ما مش نشطة. ممكن المرة الجاية أدخل بحسابي الشخصي. عموما راح أتكلم، وهذه تكون تقيدونها لأنها مهم. طيب، ممكن نكتب في هذا الإكسل أولا ماذا درست، يعني شو الأشياء اللي درستها أنت. أنا درست الشريعة مثلا. طيب، خلاص راح أكتب. كذلك ما المهارات اللي اكتسبتها في فترة ما. من المهارات اللي اكتسبتها مثلا الرياضة، كرة قدم، كرة كذا، من كثرة إيش الممارسة. وكذلك إن تعاملي مع المدربين كرة قدم مثلا في مجال الشغل، هذا أعطاني فكرة إيش كيف يكون التدريب مثلا. ثم الأشغال التي عملت بها، أنا كتبت مثلا الأعمال اللي كتبت فيها مثلا إني كنت في إدارة إيش، مكاتب، يعني لإدارة الكتب. فأعرف الكتب من وين تجي وين تروح، كيف تنباع، كم أسعارها، وكيف تنطبع إلى آخره. طيب، راح أكتبه في إكسل. التجارب مررت فيها في حياتك. آه، ما أعرف صراحة، لكن أنا مثلا كنت مهتم في فترة من الفترات، يعني يمكن على سن 15 أو لا أكثر، يمكن أظني 15، في سوفت وير وهاردوير مثلا، وفك الكمبيوترات وتركيبه وما شابه ذلك. وراح أكتبه كذلك. أهم العادات اليومية، هذا مهم. يعني تخيل شخص يوميا يروح الجيم، مهم يكتب. ليش؟ هذا راح يعطيك فكرة ماذا راح تختار، ماذا راح ايش تختار. طيب، العادات اليومية، ممارسة ايش، كرة قدم مثلا. هي مش يومية صراحة، لكن يومين في الأسبوع جيد. راح أكتبها. مثلا أشياء تلفت انتباهك وشغوف فيها وفي تعلمها، كذلك ممكن إيش تكتبها. مثل ما قلت لكم، أنا مثلا يعني أحب إيش حاليا، يعني أريد أدخل في مجال البيئة، ويعني شغوف إني أعرفها. كذلك راح إيش أكتب ذلك، راح أكتب إيش ذلك. طيب، هذه الأشياء يعني نكتبها لماذا؟ مثل ما قلنا، لأن هذا راح إيش يخلينا نختار ونقرر، يعني شو القرار ايش الصحيح، شو القرار الصحيح. طيب، بعض الأمثلة على الهوايات. مثلا عندي شخص هوايته الطبخ، هو ما شاء الله مبدع في ايش مجال الطبخ. هذا الشخص ممكن يعني يتناسب مع انه يفتح موقع وصفات. طيب، كيف يعني وصفات الأطعمة. ممكن يفتح موقع يتكلم عن فوائد وأضرار الأطعمة، ممكن كذلك. ممكن يفتح متجر بيع وشراء كل ما يتعلق بالأكل، مثل بيع وشراء البهارات، أدوات المطبخ مثل الصحون والملاعق وما شابه ذلك. طيب، كذلك يتناسب مع مهارته أو هوايته موقع خاص بالكعك وكوكيز، وكيفية عملها، كيفية تزيينها، أو عمل دورات فيها. وهذا مطلوب. يعني التاجرات، تاجرات كوكيز وغيرها، وهذا كثير يدورون عن ايش دورات في هذا المجال، لانهم عندهم تجاره كوكيز، يعملون كوكيز في البيت وما شابه ذلك ويبيعونها على الناس. فهم يحتاجون الى ايش دورات. واضح. نتكلم عنا مثلا في الامارات او في الخليج، ما اعرف اماكن الثانيه، لكن هذا كمثال يعني وجدت عيناه يعني. طيب، عندك شخص اخر يحب الرياضه. طيب، يعني ذهاب للجيم بشكل دائم. طيب، يوميا. بعض الناس ما شاء الله يوميا يروح الجيم ويتدرب وكذا، اللي هو صالة رياضية. هذا يصلح معاه عدة مواقع ممكن يبنيها، مواقع بناء الأجسام. وهذا وجدت يعني بعض متخصصي السيو ايش شغال على ذلك. طيب، وكذلك مثلا مواقع التمارين الرياضية، مواقع تمارين ايش الرياضية، لأنه هو شخص رياضي وفي المجال وصار له سنين. فممكن هو ينشئ موقع يتكلم عن تمارين ايش رياضية. كذلك ممكن ينشئ موقع
عن أجهزة التمارين. أجهزة إيش التمارين، سواء بيعها، سواء كلام عنها أو كيفية إيش استعمالها وما شابه ذلك. كذلك يتناسب معه مواقع بروتينات المتعلقة بكمال الأجسام. لو يعني كل واحد يروح جيم غالبا ياخذ بروتين، فممكن يفتح موقع إيش اللي يتكلم عن بروتينات ويستهدفها بالعمولة. بعد ذلك ياخذ شركات معينة ويستهدف إيش بالعمولة. هذا مثال. عندك شخص آخر يحب إيش رياضة كرة قدم ويتابع كل شيء في كرة قدم، نقول له ممتاز، معك إيش موقع أخبار الرياضة مثلا. وكذلك ممتاز إيش ممتاز معك موقع لنادي معين. وأندية كثيرة يا أخوة. يعني أنتم لو تكتبون مثلا في أدوات الكلمات المفتاحية كما سيأتي معنا، مثلا نادي نصر، تجد كلمات كثيرة ممكن عن طريقها تاخذ أفكار. عن طريقها تاخذ إيش أفكار. خلينا نشوف نجرب. طيب خلينا في التسويق. معي ولا لوحدي؟ تسويق. طيب. سعودية. طيب نجد لما تكلمنا عن التسويق، طيب كلمات مفتاحية كثيرة. هذا موقع اسمه اس ام رش. طيب هذه يتكلم عن المنافسة، هذه نشرحها، يعني هذه كلها ايش نشرحها لما نتكلم عن كلمات مفتاحية، لكن الحين نريد ناخذ افكار بس. طيب منافسة الكلمات، خلينا نختار مثلا من صفر لين 10. شوف عندنا هنا عبارات تسويقية لجذب ايش الزبائن. انا ايش راح اعمل؟ راح اعمل لي موقع مايكرو نيش خاص بعبارات تسويقية بس. الإشكالية وين؟ راح يكون الزوار قليل جدا، لكن ما أظن راح يكون في موقع آخر يقدم إيش هذا العمل أو هذه الخدمة. خلينا نجرب في بحث ولا لا. عبارات تسويقية، أو حتى لو تضغط عليه راح. طيب خلينا نشوف. شوف عندنا حوالي إيش 117 كلمة مفتاحية. المعدل الظهور أو البحث تقريبا 4000، لكن راح يكون أكثر. يعني واقع عمليا راح يكون أكثر أكيد. فشوف ظهر لي إيش عندنا. في حال اني انا سويت موقع خاص بعبارات تسويقيه بس، عبارات تسويقيه لجذب الزبائن، تسويقيه ناجحه، تسويقيه للعطور، عبارات تسويقيه للاكل، للحلويات، للمطاعم، دعائيه. هذه كيف ممكن تستفيد منها؟ انا بقول لك، يعني شوف هذه الاشخاص اللي راح يجونك كلهم عندهم شركات او مواقع يعني الكترونيه خاصه بالتجاره. يعني كلهم عندهم متاجر غالبا. مثال، عبارات تسويقيه لجذب الزبائن. خلاص هذا عنده زبائن. فممكن انت ايش في نفس موقعك تعرض انك متخصص السيو، وانك تقدم خدمات ايش التسويق الالكتروني. واضح؟ عبارات تسويقيه للعطور. خلاص نفهم ان الرجال ايش عنده محل عطور او متجر عطور، فممكن نبين له ان نحن ايش متخصصين في مجال العطور، التسويق للعطور. راح ينجذب لك طبعا. اكل نفس الشيء، الحلويات، مطاعم، حلو. ممكن يكون ايش تعمل. هذه يعني انتم مهارتك، انتم شطارتك. لما انا استهدفت هذه الكلمه ومسكتها، طيب الشخص اللي راح يجيني عنده مطعم. الان انتم شطارتك كيف تقنعه انك انت ايش شخص متخصص في اس يو تقدم يعني خدمات اس يو للمطاعم. واضح؟
او انك شخص متخصص في التسويق الالكتروني، خاصة في المطاعم. واضح؟ فهذا كله له دور، كيف يعني تأتي بالزبائن، تأتي ايش؟ بالزبائن. واضح النقطة هذه ولا لا؟ طيب، تكلمنا عن هذا. آه، أمثلة كثيرة صراحة، لكن ما أريد أطيل يعني في الأمثلة. ولا تجد مثلا مثلا شخص يحب التدريس، أو أنه هو مدرس أساسا، موقع ممكن يفتح موقع خاص للدروس الخصوصية، ممكن يفتح موقع لحل الكتب الدراسية. لحل الكتب الدراسية، شوف، لأن هذه مرت معي، يعني موقع مر معي عنده تقريبا في الشهر 90,000 زيارة. 90,000 إيش؟ زيارة. موقع خاص لحل كتب دراسية في دولة معينة، في دولة معينة. حلو. وإيش يعمل؟ يعني شفت طريقة ربحه كيف؟ أولا إعلانات جوجل، ثانيا يبيع باك لينكات لمجال الجامعات، لمجال إيش؟ الجامعات. يعني يروح للمواقع اللي مستهدفة الجامعات، مثلا دراسة في ماليزيا، دراسة في كندا، دراسة في أمريكا، دراسة في واضح؟ فيقول لهم أنا مجال موقعي مجال تعليمي بحت، فأعطيكم باك لينك. بكم؟ ب 50 دولار. قول أنت تواصلت مع 30 موقع، من 30 موقع 5 مواقع وافقوا انك تعطيهم باك لينك، يعتبر امر ايش؟ جيد، يعتبر امر جيد. وهذا مر علي عمليا يعني، عشان هذا اذكرها لكم. طيب. او قلنا كذلك ممكن يدرس مادة معينة او موقع متخصص في علم معين، مثل فيزياء او كيمياء او احياء او ما شابه ذلك. طيب، انتهينا من هذا. ومثال اخير، هذا انا حاولت اطبقه وبعدني في بداياته يعني. شخص يحب الكتابة والقراءة. حلو. يحب الكتابة والقراءة. طيب ايش مناسب؟ مناسب انك تكتب كتاب وتشهره مثلا. وما يمكن طيب تكتب رواية ايش؟ وتبيعها، او تجلب ايش؟ زيارات. ما تقدر تلخص الكتب، تلخيص الكتب، تلخيص الروايات. انا شغال فيه صراحة، لكن مش بذاك القوة لاني مشغول اساسا، لكن انا شغال في هذا المجال اللي هو تلخيص الكتب والروايات. وفي زوار يعني، ومجال سهل جدا، لكن لا تنافسوني فيها. طيب، امور طيبة. كذلك مثلا مواقع لتعليم ايش؟ كتابة المحتوى، او تنمية مهارات ايش؟ الكتاب. واضح؟ او مثل ما ذكر مراجعات الكتب، هذه كلها تدخل ضمن ايش؟ شخص يحب الكتابة ويحب القراءة. طيب، هذه النقطة الأولى خلصنا منها. طيب، عشان ما نتوه يعني، بعضهم ذكر ان يعني تاهوا معنا في الدرس السابق. فالنقطة الأولى هي اختيار مجال متوافق مع مهاراتك ومع اهتماماتك. واضح؟ هذه النقطة الأساسية. نروح للنقطة الثانية، أن تكون مناسبة للبيئة المستهدفة. أن تكون مناسبة إيش؟ للبيئة المستهدفة. يعني لابد أن نعرف، هل نريد نحن أولا نستهدف جميع الدول، أو نريد نستهدف دولة معينة، أو نريد نستهدف مدينة معينة. ثم بناء على ذلك تحدد هل ما تنشئه مثلا ملائم لهم أم لا. أعطيكم مثال في التجارة الإلكترونية. طيب، أعطيكم مثال في التجارة الإلكترونية. إذا أنا مستهدف منطقة جبلية، يعني دولة معينة وعرة طرقها، طيب، وأنا عندي متجر أحذية، فلا بد أن تكون الأحذية الموجودة عندي مناسبة للبيئة الوعرة التي الناس إيش يعيشون فيها. تخيل الأحذية اللي عندي حق الأرصفة هذه المرتبة والطيبة اللي ما فيها أي إيش إشكالية، والدولة المستهدفة طرقهم يعني وعرة بين الجبال وكذا. واضح؟ ما يصلح. فلا بد يكون في ملائمة، في ملائمة. مثلا الهايكينج، أغلبكم يعرف الهايكينج، اللي هو هاي اللي يمشون بين الجبال وغيره وهذا. فلهم أحذية معينة. ما يصلح أنا أستهدف الهايكينج وأنا أبيع حذاء إيش؟ مشي مثلا في الأسواق ولا ما شابه ذلك، أو حذاء جوتي كرة قدم. ما يصلح. فلا بد إيش؟
أن يعني تكون مناسبة إيش للبيئة المستهدفة. مثال آخر كذلك في التجارة الإلكترونية، أنا عندي متجر لمظلات إيش المطر. حلو. لابد يعني بديهيا الدولة اللي راح استهدفها لابد تكون من الدول اللي فيها مطر إيش بشكل مستمر. تخيل أنا فاتح متجر أبيع مظلات يعني للمطر، والدولة المستهدفة في السنة مرة إيش ينزل عندهم مطر، ما يصلح. مثال آخر أخير، يعني مثال أخير في النقطة الثانية، ما يصلح إني أفتح متجر مكيفات في دولة ما يحتاجون للمكيفات، مثلا ألمانيا، أو نقول بعض مناطق إيش ألمانيا. يقول لك نسبة استعمال المكيف 3%. طيب أنا إيش راح أربح من 3%؟ خلاص راح استهدف شيء آخر أنسب، أو دولة ثانية أنسب، وهكذا. لكن لو استهدفت مثلا الخليج بالمكيفات، ممتاز، درجة الحرارة عندنا توصل ما أدري 50 ما أدري كم، تنشوي لو تطلع برا. طيب فممتاز جدا. فاللي عنده استطاعة ممكن يفتح متجر مكيفات ويستهدف السعودية وإمارات والكويت وغيرها، مناسب جدا. طيب النقطة الثانية انتهينا منها، نروح للنقطة إيش الثالثة، الأمر الثالث. الأمر الثالث مهم يا أخوة. ليش مهم؟ هذا أهم شيء تقريبا يعني. لابد أن يكون عليه طلب. إذا كان منتج أو خدمة، لا يكون، لابد يكون عليه طلب. أو مدونة معلوماتية، لابد يكون لها إيش زوار. يعني ما يصلح تروح تفتح لك مجال الزيارات فيها صفر، او تفتح متجر المنتج اصلا مش مطلوب اساسا، ما حد يريده، ما يصلح. فهذه اهم نقطة، انه لابد ايش ان يكون عليه طلب. طيب كيف نعرف هذا؟ نستعمل كلمات البحثية. كلمات ايش البحثية؟ خلنا مثلا ذكرنا، اعطونا مثال، حد في باله مثال. طيب انا اريد افتح مكيفات، قبل شوي ذكرنا اريد افتح متجر مكيفات في السعودية. مكيفات سبلت مثلا. طيب نبحث، بس ناخذ افكار حاليا يا اخوة، ما نتكلم ان نحدد كلمات المفتاحية كلها. طيب لاحظوا، عندي ايش 800 ايش كلمة مفتاحية، ومجموع معدل البحث طبعا مش دقيق. البرامج كلها يا اخوة مش دقيقة كلها بدون استثناء. طبعا غير عن سيرش كونسل، تكلم عن ايش اتش ار اف واسي مراش وغيره. 52,000 ممتاز. طيب فهنا انا محدد السعودية، فهنا راح يعطيك هذا كله في السعودية. لكن لو رحت لدولة ثانية، قطر مثلا، ما أظني كثير. لاحظوا قل عندنا، هذا إيش جابه؟ قل عندنا، صار إيش عندنا 27 كلمة مفتاحية، توتال فوليوم 300. مش دقيق، راح يكون أكثر أكيد. مش 300 مستحيل يعني. لكن عموما السعودية سوقها أكبر معروف، ليش؟ لأنها دولة كبيرة. واضح. فاستهداف السعودية أمر جيد، أو استهداف أي دولة كبيرة شيء جيد. طيب انتهينا من هذا. ذكرنا عليه بحث لابد. زين ايش كان؟ خذينا تصور يعني عام. وبعدها مثلا الامر الثاني نية يسمونه ايش، استغفر الله العظيم، نية المجال، او نية الكلمات المفتاحية، او نية المجال اللي تاخذه يكون متوافق للموقع. كيف يعني يكون متوافق للموقع؟ اعطيكم مثال. آه، انا بحثت عن كلمة مفتاحية، حلو، الان نفسه راح نجي لهذا. مكيفات سبلت رخيصة. أنا راح أنشئ موقع مكيفات، لكن معلوماتي مدونة، وما راح أبيع أبدا، ولا حتى راح أسوي التسويق بالعمولة، بس إيش معلومات، وأنا مستهدف هذه الكلمة. أقول ما يصلح. ما يصلح لماذا؟ لأن غالبا مثل هذا الشخص يريد يشتري، ما يريد إيش معلومات، ما يريد معلومات. طيب لو نلاحظ أغلبها إيش متاجر، لأن الناس ما تريد من هذه الكلمة إيش معلومات، وهذا سنتكلم عنه
فيما بعد. عموما، بشكل عام، إذا عموم الكلمات مثلا تدل على متجر ما ينفع تفتح مدونة، أو عموم الكلمات تدل على مدونة ما ينفع تفتح متجر. واضح؟ فلازم تراعي هذا الأمر. طيب، موضوع الربح، موضوع الربح نتكلم عنه. أنا معتمد على أدسنس، طيب، اللي هو إعلانات جوجل للربح، بس هذا. ومجالي اللي هو المجال العربي. نصيحة مني، طيب، احرص أن يكون أقل عدد زوار لمجالك للكلمات البحثية من 100,000 إلى 200,000 شهريا. طبعا إذا زاد ما في إشكالية، لكن لا يقل عن إيش؟ 100,000. من عربي، طيب، 20,000. ما راح تطلع، بنستثني بعض المجالات اللي مثلا يكون فيها ربح وكذا، ممكن، لكن عموما ما أنصح ذلك. طيب، هذا قلنا إذا كنت تعتمد بشكل كامل على إعلانات جوجل. ويتكلم عن المجال العربي. المجال الإنجليزي سعرهم مرتفع، النقرات سعرها مرتفع، عندنا نحن سعرات ميتة. طيب، بالنسبة للمتاجر، المتاجر الإلكترونية أو التسويق بالعمولة، لو وجدت 10 إلى 20 ألف زيارة شهرية، طيب، يعتبر جيد. يعتبر إيش؟ جيد. يعني الكلمات اللي فيها نية شراء، يعتبر زياراتهم عموما خلال الشهر كامل من 10,000 إلى 20,000. طبعا يزيد أكيد جيد، لكن ما يقل عن 10,000. لماذا؟ لأنك أنت ما راح تقدر يعني تجلب 10,000 كلها عندك. من 10,000 هذه يمكن 10% تجي عندك. واضح؟ فكل ما قل، فكل ما يعني راح يكون عندك يعني دخلك راح يكون أقل بكثير. طيب، قلنا هذا اللي أقصده، النقطة هذه اللي ذكرتها، هذا على مستوى الموقع، وما أتكلم على منتج معين. واضح؟ المنتج معين ممكن لو عليه بحث 500 إلى 1000 بحث شهري، يعتبر جيد جدا. واضح؟ تكلم هذا عن المنتج. أما هناك لما قلنا 10,000 إلى 20,000، هذا إيش؟ آه على مستوى الموقع، على مستوى إيش؟ الموقع. والأمر الآخر، هذا تقديري. واضح؟ يعني هذا الأمر إيش؟ تقديري، لأن ممكن البحث يكون أقل، لكن المنتج سعره عالي جدا. أعطيكم مثال. آلات القهوة اللي تعرفونها، طيب، ممكن سعر آلة واحدة توصل ل1,000 دولار. طيب، لو أنا عندي 200 شخص في الشهر بس يبحثون عن هذا المنتج اللي هو سعره 3,000 دولار، وهامش الربح فيه عالي، مثلا أنا هامش الربح فيه مثلا نقول 200 دولار أو 250 دولار، فيعتبر جيد حتى لو 200 شخص. واضح؟ فهذا مهم. هذا إيش؟ مهم. من النقاط اللي كنت أريد أنبه عليها، ابتعد عن المجالات يعني المقتولة خلاص. يعني مجالات كل ما حد يريد يكتب أو يألف أو ينشئ موقع، يروح لمجال معين، يترك كل المجالات، كلهم طايحين في مجال معين. خلاص أنت روح شوف لك مجال ثاني. واضح؟ لأن المنافسة راح يكون أقل بكثير. الآن ما شاء الله، يعني أنا ذكرت في فيسبوك، كل أحد يعني ينشئ موقع يروح لما إيش؟ الربح من الإنترنت. وللاسف يعني كثير منهم، وانا اعرف بعضهم يعني شخصيا، ما يربح شيء. طيب انت يعني، لكن خلاص في توصية ان هذا المجال مربح وكذا وكذا، خلاص العالم كلها طايحة ايش؟ في هذا. واضح؟ هذا مثال. طيب، انتهينا من كم نقطة تكلمنا عنها. هي النقاط الأساسية ثلاثة اللي تكلمنا عنها. الأولى اختيار مجال متوافق مع مهاراتك واهتماماتك، والثانية تكلمنا أن تكون مناسبة للبيئة المستهدفة. طيب، الثالث قلنا لابد أن يكون عليه طلب، سواء كانوا منتجات أو زوار أو ما شابه ذلك.
انتهينا منه، انتهينا من الطلب. الأمر الرابع، سبب الفشل. يعني شو سبب فشل كثير من المواقع؟ السبب الرئيسي في كثير من المواقع هو التشتت، أو في كثير من الأشخاص هو التشتت. شو يعني تشتت؟ يعني عدم التركيز في مجال معين، أي في موقع معين. واضح؟ يعني تجد صاحب الموقع هذا يريد نتائج بسرعة، فاليوم ينشئ موقع، يجلس شهر ينتقل لموقع ايش؟ آخر، يجلس شهرين ثلاث ينتقل لموقع ايش؟ ثالث، وبالنهاية تمر السنين وهو ايش بعده في موضعه. وغيره بدأ بمجال، ثبت عليه سنة سنتين، وخلاص صار شيء ثابت عنده، له دخل جيد. ما أقول دخل ممتاز، خاصة إعلانات جوجل ما راح تجي دخل ممتاز كثير. طيب، وماشي عليه. فهذا مهم جدا، هذا ايش تركزون عليه؟ يعني عدم التشتت، عدم ايش؟ تشتت. طيب هل هذا يعني، انا يعني هل انا اقصد انك يعني ما تنشئ موقع ثاني ابدا؟ لا، ما اقصد كذا. انا اللي اريده منك تراعي امور. طيب تراعي امور. اذا راح تنشئ موقع ثاني او مجال ايش ثاني، الامر الاول، الامر الاول، هل الموقع الاول اعطيته حقه؟ يعني هل الموقع الاول خدمته بشكل جيد؟ هل تجد ايش يمشي بشكل جيد حتى تفتح موقع اخر؟ أم أن لا، مثل ما تقول حب التنقل، فتحت موقع الشهر، فتحت موقع ثاني شهر، فتحت موقع ثالث، وهذه سلبية، هذه سلبية. النقطة الثانية أريدك تركز عليها، هل عندك قدرة أن تدير أكثر من مشروع؟ عندك قدرة أم لا؟ هذا لازم تضع في بالك، مع عدم الإضرار بالمشروع الأول. واضح؟ هذه النقطة الثانية لابد تنتبه لها. النقطة الثالثة، هل عندك خبرة لازمة في المجال الثاني؟ يعني يا أخوان احنا تكلمنا في أول نقطة أن يكون عندك خبرة في مجالك. طيب الآن أنت أنشأت موقع في مجالك، الآن تريد تنشئ موقع ثاني في مجال ثاني. طيب هذا المجال الثاني هل عندك فيه خبرة؟ عندك فيه مهارة؟ هل عندك شغف؟ ولا بس كذا قالوا موقع مربح، مجال مربح، دخلت؟ واضح؟ فلا بد تراعي هذه الأمور. وأصلا أحيانا يكون في إمكانية الدمج بين المجالين. إذا في إمكانية الدمج، ادمج. أنا مسوي موقع عن مثلا إيش نقول، التسويق عبر البريد. طيب بعد ما فترة أريد أفتح موقع عن إيش؟ تسويق بالمحتوى. ممكن جعل الاثنين في موقع واحد، ممكن. هذا أمر إيش؟ ممكن. طيب النقطة اللي بعدها، كم أي نقاط، كم وصلنا ولا ضعتوا معي؟ خلينا نحسب. النقطة الأولى، الثانية، الثالثة، أظن نحن حاليا في الخامسة، في الخامسة. طيب الرابعة خلصنا حاليا. النقطة الخامسة، هل المجال هذا مجال موسمي أم أنه مجال دائم؟ طبعا كنصيحة، يفضل اختيار المجال الدائم، يفضل اختيار مجال دائم الذي عليه طلب أو زوار في أغلب الأوقات، بخلاف المجال الموسمي. نيش الموسمي يعني عليه طلب لكن في وقت معين، في مدة إيش معينة، مثل الأعياد، مثل مثلا عيد الأضحى، عيد الفطر، ولا رمضان، ولا كذا. طبعا نحن ممكن ما عندنا كثير، لكن عند الأجانب قد تجد يعني عندهم ما أدري هالوين، ما أدري إيش، عندهم يعني كريسمس، عندهم أشياء طبعا ما يخصنا هذه يعني نحن كمسلمين. لكن أعطيكم كمثال، أعطيكم كمثال. طيب هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. طيب أنا حاب لا إني أستهدف مجال موسمي، جيد، لكن لابد تراعي شيء اللي هو إنك تعرف الموسم. التمور يا أخوة، التمور لها مواسم. لذلك مواقع التمور هي تبيع صح في أغلب السنة، لكن في أشهر معينة تبيع بكثرة. واضح؟ فعليك أن تعرف هذا الموسم، وكمان يعني تستغله بالطريقة الصحيحة لكي يغطي إيش؟ باقي الأشهر. واضح؟ ولا تكون شبه معدوم يعني من العمل.
فنصيحة يعني، إذا راح تستهدف موقع موسمي تتجهز قبله ب6 أشهر. تستهدف تتجهز قبل إيش؟ ب6 أشهر. طيب، بعض التنبيهات قبل أن نختم، ما باقي شيء من الوقت. التنبيه الأول: بعض الناس يعني يظن بمجرد تفتح موقع راح تكسب آلاف الدولارات. يعني تصور خاطئ، وللأسف بعض المرضى يروجون لذلك. يعني افتح يوتيوب، كيف تربح 100,000 في شهر، كيف تربح 1000 دولار في 5 أيام. لو هذا كان يعني إيش نقول، لو كان هذا واقع، هو ما جالس في اليوتيوب ينزل فيديو حقك، كان منشغل بذلك. واضح؟ فهاي فكرة خاطئة. الموقع يا أخوة مثل باقي الأعمال، يحتاج إلى جهد وعمل شاق، ولا يوجد إيش طبق من الذهب جاهز لك، لا. ذلك أقل تقدير عليك أن تصبر 6 أشهر. إذا كان موقع جديد أتكلم، إذا كان موقع إيش جديد، فأقل تقدير تصبر 6 أشهر. لذلك كثير من الأسئلة اللي توصل في فيسبوك، في الخاص وما شابه ذلك، يقول لك يا أخي أنا كتبت 5 مقالات وما في زوار. طيب كم صار لموقعك؟ يقول لك 6 أيام، أسبوع. يا أخو طبيعي، طبيعي، ما في شيء على الطبق ذهب، ما في شيء يعني سوي الموقع تربح 1000 دولار، ما في والله أبدا. لابد تصبر. خل هذا في بالك. لأن كثير، والله إنه كثير تأتي أسئلة مثل هذا، إنه يقول أنا صار لي أسبوع أنشأت موقع ما في زيارات. طبيعي ما في زيارات، لأنه موقع جديد. واضح؟ سنتكلم عنه إن شاء الله. موقع، هل نشتري موقع قديم أم جديد، الدومين أو دومينات المنتهية نتكلم عنه. طيب، النقطة اللي نبهت عليها هذه الأولى. التنبيه الثاني: يعني بعضهم ينشئ موقع لمجرد أن قيل أن هذا المجال مربح، بس لهذا لا يعرف عن المجال، ولا يعرف يكتب فيه، ولا يعرف أي شيء. فقط قيل له إيش موقع مربح، يروح ينشئ موقع ويضيع وقته فيه. لا، الربح مطلوب يا أخوة، لكن لابد يعني توازن. موقع ممكن يدخل ربح، ونفس الوقت موافق لتخصصك، موافق لخبرتك. واضح؟ هذا أمر مهم. آه هذا ذكرناه. طيب، النقطة اللي بعدها: ضع يعني في بالك أن الفشل وارد، أن الفشل إيش وارد. لذلك لا تكتفي بمحاولة واحدة. يعني ممكن تنشئ موقع، تستمر عليه أشهر، تجد أن موقع ما منه أي فائدة. في هذه الحالة ممكن تنتقل إلى موقع إيش آخر، إلى مجال إيش آخر. لذلك أحيانا الشخص يمكن يفشل في الموقع الأول والثاني والثالث والرابع، وينجح في الموقع الخامس. واضح؟ فضع في بالك أن الفشل وارد. كذلك هذا حتى يندرج مع مواقع العملاء. أحيانا نحن كمتخصصي اس يو بكرة راح نمسك إيش مواقع عملاء. يا أخوة، إذا كنت أنت متمرس واستراتيجياتك جيدة، غالبا تأتي بنتائج جيدة. لكن ضع في بالك في احتمالية 10% أن ممكن موقع يفشل، سواء بسبب خطأ ما، بسبب مبرمج، بسببك أنت. واضح؟ فهذه احتمالية واردة، احتمالية إيش واردة. آخر نقطة نتكلم فيها دام إن الوقت خلص: كيف توسع مجالك. توسع المجال ما يكون في البداية. بداية نحن نريد نغطي المجال اللي نحن فيه. عادة يتم توسعة المجال بعد أن نغطي أغلب المواضيع في مجالنا. طيب، نجد أننا أعطينا كل المواضيع حقها، بعدها إيش نوسع المجال، ندخل يعني أقسام فرعية، أقسام فرعية. طيب، ولابد التوسع يكون من ضمن المجال. ما يصلح أنك تتوسع في خارج المجال. إذا تريد توسع في خارج المجال، أفضل أنك تنشئ إيش موقع آخر. أعطيك مثال: أنا كنت مستهدف التسويق عبر البريد. طيب، أنا أريد أتوسع. خلاص انتهيت من التسويق عبر البريد، عندي
زبائن كافية يعني، أو أشخاص كافيين اللي جالسين يدخلوني، وأنا مغطي الكلمات المفتاحية أغلبها. طيب ما راح أروح أسوي قسم فرعي في كيف تلعب ببجي، ولا كيف تبيع شدات ببجي. يعني ما في ارتباط. يعني حتى زائر لما يدخل شو السالفة، يعني شو دخل هذا في هذا؟ فما يصلح. لكن راح أعمل التسويق عبر إيش؟ المحتوى. ممتاز، هنا عندي تسويق عبر البريد، راح توسعت وخليت كذلك إيش معاه؟ التسويق عبر إيش؟ المحتوى. واضح؟ فيكون مناسب. نفس الشيء أنت موقع طبي، كنت مثلا في الأمراض المزمنة، ما يصلح تروح تسوي موقع في، يعني كيف أقول، موقع تكنولوجيا مثلا، أو الذكاء الاصطناعي في موقع طبي. ما في دخل. واضح؟ فنراعي هذين النقطتين. النقطة الأولى، التوسعة تكون بعد ما نغطي المجال الأول، والتوسعة ضمن إيش؟ المجال. واضح؟ من توجهات المنافسين بالاعتبار. يعني راح أشوف الأقسام، عن طريق أقسامهم أنا راح أعرف كيف إيش أتوسع. عن طريق إيش يسمونه، استغفر الله العظيم، عن طريق أقسامهم أعرف كيف أوسع إيش؟ موقعي. واضح؟ طيب، كذلك نقطة أخيرة يعني قبل لا أنهي. أنت لما توسع المجال لازم تاخذ بالاعتبار، لازم تاخذ بالاعتبار إمكانيات الموقع. يعني الموقع عندنا يتحمل ضغط 500 زائر في نفس الوقت. تكلم عن في نفس الوقت، ما تكلم 500 زائر على مدى ايش؟ شهر، او على مدى ساعات. لا، مثلا موقع انا يتحمل 500 زائر في نفس الوقت، وانا حاليا عندي مثلا هذا العدد 400 زائر في نفس الوقت يدخلون. طيب التوسع اللي راح اتوسع فيه انا، طيب راح يكون ممكن في نفس الوقت يدخلون عندي 2000 زائر. في نفس اللحظة راح يدخلون عندي 2000 زائر، فالموقع ما يتحمل. فلا بد اسوي ايش؟ ابجريد ليش؟ للسيرفر او للخادم او للاستضافة. سيأتي معنا، لكن لابد انك تاخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. لانك اذا ما اخذتها بعين الاعتبار، الموقع راح يسقط، المجال القديم راح يتضرر، والمجال الجديد ما راح يستفيد كذلك. واضح؟ طيب، هذه خلاصة ايش؟ يعني اللي هو كلام عن نيش. وانا ذكرت بعض النقاط. اتمنى يعني المجلس القادم، مش المجلس القادم عفوا، متى ما استطعتم قبل المجلس القادم ترسلون لي اكسل او شيت فيه اللي ذكرته لكم. ايش ذكرنا لكم؟ يكون تاسك عبارة عن ايش؟ اختيار المجال، وسبب الاختيار، بعض الكلمات المفتاحية او بعض الافكار، وما الذي يميزك عن غيرك، الجواب على السؤال هل بإمكانك شراء دومين للتجارب أم لا. ضروري جدا. كلها ترسل على ايميلي، كلها ترسل ايش؟ على ايميلي. ارسلوها على ايميلي من باب الأسئلة. اي سؤال يتعلق بالدرس ارسلوه على الايميل، راح اجاوبه. انا احاول ان اي سؤال يوصلني متعلق بالدرس اجاوبه مهما كان. لكن اذا ما كان متعلق بالدرس اطوف السؤال، اطوف ايش؟ السؤال. الدومين عادة يكون من 9 إلى 12 إلى 15 دولار على حسب الدومين. وبعض المواقع أحيانا ممكن تسوي خصومات تنزل السعر إلى 3 دولار إلى 5 دولار وما شابه ذلك. طيب، الإيميل راح نرسله في المجموعة إن شاء الله. هذا خلاصة درس اليوم. الدرس القادم راح نتكلم عن الدومين، وكيف نشتري الدومين، وراح نشتري عمليا. أنا راح أشتري، وكذلك من يقدر يشتري نشتري كذلك. حتى إيش؟ نبدأ خطوة بخطوة، نعمل لنا موقع، بعدين نسوي خطوة كيف نجمع الكلمات المفتاحية وننقيها، كيف نكتب المحتوى، حتى يكون شيء عملي، شيء عملي لنا جميعا. وهذا يعني به انتهينا، وشكرا لكم وجزاكم الله خير. تسجيل.